انما في وجهه نظري انما ما عرقوش لحد دلوقتي 5 ماتشات على الهادي، على الهادي، على الهادي. من جديد يعود الموعد الذي ينتظره الملايين، المغرب في مواجهة المنتخب الفرنسي، ولكن هذه المرة ليس من أجل الفوز فقط، بل من أجل كتابة تاريخ جديد في الساحة العالمية لكرة القدم. فبعد الإنجازات التاريخية للمنتخب المغربي، يقف هذا الأخير أمام المنتخب الفرنسي في مواجهة نارية وتحمل ثأر رياضي بين المنتخبين. وهذه المرة يتجدد اللقاء بين الفريقين في الربع النهائي لكأس العالم، المواجهة التي ستحدد أحد المرشحين للقب. فهل ينجح الأسود في إسقاط الديوك الفرنسية ومواصلة الحلم نحو اللقب، أم ستكون لفرنسا رأي آخر؟ وفي الفيديو سوف نشاهد ماذا قال النجم السابق محمد أبو تريكة حول المباراة، وكيف يرى المنتخب الفرنسي الذي سيواجه المنتخب المغربي في اللقاء. وقبل ذلك لن تنسوا الاشتراك في القناة والمشاركة معنا في التعليقات لتحفيزنا على تقديم الأفضل. فرجة ممتعة. فرنسا عندها كل الاسلحه لاي اسلوب لعب اي منافس بيلعبه، ودي قدره فرنسا. فرنسا لسه ما لعبتش في افضل مستويات، ما اختبرتش الاختبار الحقيقي اللي احنا نقول انه صعب الامور على فرنسا. لا، النهارده بالنهارده ده الجير التو بتاعها، فاهم؟ لسه في 3 و4 و5 حسب الاجواء وحسب الظروف وحسب المنافس. ممكن درجه الحراره ليها دور، ان الامور ما يبقاش في رتم عالي طول الوقت، ما يبقاش في سرعات طول الوقت، انما عندها كل الحلول، كل الحلول. عشان كده قلت لك يا عبد العزيز الدكه مهمه قوي. الدكه ليه الدكه؟ لان في بعض الامور اللعيبه الناس تقول لك قريبه من مستوياتها وقريبه من بعض، انما كل لعيب له اسلوبه، كل لعيب له اسلوبه. دويه مختلف عن باركولا، هو دويه اسرع ويروح للمدافعين بسرعه، ودي كان يحتاجها نوعيه الخصم، نوعيه الخصم، لان مفيش مساحات كتير، فالمساحات اللي معظم الوقت هتبقى على الطرف الشمال واليمين. فالنهارده رجعت الكوره راحت لدويه، رايح ما بين ال3 مدافعين وعمل ضربه الجزاء وخلص الماتش. انما حتى الان فرنسا لم تختبر، فرنسا لم تختبر. الاختبار الحقيقي الماتش الجاي امام المغرب. الماتش الجاي. انما زي ما قلت لك هم فريق متكامل، مفيهوش غلطه. عندهم امتى يسرعوا الريتم وامتى النهارده ما شفناش اوليسيه زي الماتشات اللي قبل كده، عادي، مش قلقانين. ممكن كانوا متنرفزين وعصبيين لان المباراه بدنيه نوعا ما. النهارده في 23 او 24 فاول في المباراه، ما شفناش رتم سريع في طول الوقت. فدي خبرات وامكانيات. الفريق اللي عاوز يكسب كسب، والفريق اللي متوقع انه يكسب كسب. وزي ما قلت لك التنوع الكبير والدكه والحلول الفرديه اللي تكسر اي تكتلات. فطبعا فرنسا حتى الان زي ما قلت لك ما عرقوش، زي ما بنقول في كره القدم ما عرقوش، وصل لدور ال8 على الهادي. لكن هل كنت تتوقع ان تشاهد مقاومه من منتخب الباراغواي مثل ما حدث في لقاء الارجنتين والراس الاخضر؟ الراس الاخضر لعبوا مباراه كبيره امام الارجنتين. لا، الامور مختلفه. مش كل المنتخبات المانيا، مش كل المنتخبات المانيا. مش معنى ان انت نجحت بالاسلوب ده قدام المانيا هتنجح ضد فرنسا. لا، فرنسا غير. فرنسا زي ما الكتاب بيقول وممكن بره الكتاب. فدول عندهم كل حاجه. عدو فرنسا غرورها ونفسها. عدو فرنسا في هذه البطوله الغرور وفرنسا نفسها في بعض الاحيان. فالنهارده زي ما قلت لك الشوط الثاني كان مختلف، ايقاع الكره بقى اسرع، المساحات نوعا ما في موجوده في نص الملعب. شفنا تسديدات رابيو في كونيه في الشوط الاول. فالحاجات دي حاجات مهمه بالنسبه للفريق. زي ما قلت لك هم عندهم تنوع كبير. شفنا الهجمات المرتده السريعه، يعني دي بتاعت كيليان على طول. سرعه اللعب المباشر في بعض الاحيان كان مطلوب لان الفرقه اللي قدامك متكتله وبتدافع كويس. فاعتقد يعني كسب في ماتش معقد وصعب، انما في وجهه نظري انما ما عرقوش لحد دلوقتي 5 ماتشات على الهادي، على الهادي، على الهادي. اذا فرنسا انتصرت بهدف وحيد وركله جزاء وحيده، كيف احتسبت؟ كيف سجل الهدف؟ وكيف ايضا استطاع كيليان امبابي تسجيل هذا الهدف؟ وعن عمليه ايضا محاوله التصدي لخيل، لان هذا هو الهدف الوحيد من خلال هذا اللقاء. لكن طريقه احتساب ركله الجزاء هو الذي لعب دور كبير في او منعطف كبير في هذا اللقاء. كابتن محمد، احتساب ركله جزاء
لربما من بين فرص عديده اتت فرصه لفرنسا للتقدم. هو انا قلت لك دوي صعب ان انت تدافع قدامه على عزيز. اولا هو سريع في المساحات الضيقه، بيتصرف، بيروح للمدافعين. بصوا تغيير الاتجاه والشمال لليمين، الكره رايحه من الشمال لليمينه وتحت كنتروله، وطبعا زقها قبل ما المدافع، فطبعا ضربه جزاء، فالمدافع اعاق. فدي قدره كبيره للاعيبه الموجوده في الثلث الهجومي للمنتخب فرنسا. المساحات الضيقه وبيرقصوا 3 4 عادي جدا طبيعي. فده اسلوب لعب صعب الدفاع قدامه. فضربه جزاء صحيحه وتصدى لها كيليان بكل هدوء ومهاره. عاملين يقول لك يدوسوا على نقطه ضربه الجزاء، حفر مين يا نجم؟ ده الراجل ده مسدد في نهائي كاس العالم ولا في دماغه. النهارده هو جاب 7 اجوال في الجول بتاع النهارده. على فكره هو سدد كرات اكثر من منتخب الباراغواي. انا هقول لك بعد كده، جبال هيجيب لنا الاحصائيات بعد الاحصائيات بتاع كيليان. شوف معظم التسديدات بتاعته عبد العزيز لما يجي من الشمال ويخش لعمق الملعب. في 3 في داخل منطقه الجزاء، وفي 2 من ناحيه الزون اللي بيخش فيه ناحيه الشمال. ده كاس عالم تاني. الصراع الهدافين دول 7-7 5-5. ده كاس عالم تاني. مين اللي هياخد الهداف؟ 7-7 5-5 والبقيه الهدافين 7-7 5-5 4 4. حلو، رقم تليفون مميز. فده كاس عالم تاني يا كابتن مختلف. فلا هو 5 محاولات على المرمى، 4 منهم اون تارجت بالنسبه لكيليان. ف 22 تمريره صحيحه، 8.5 كيلو جري، معدل برضو قليل. زي ما قلنا درجه الحراره لها دور كبير. جوميز اللي كان متسبب في ضربه الجزاء 8. السبيد بتاع كيليان 36 تقريبا، من اسرع اللاعبين اللي موجودين في البطوله. ففرق كبير. ارجع بقى لاحصائيات المباراه جبالي بعد اذنك. احصائيات المباراه ليه بقى يا عبد العزيز؟ انا هقول لك احصائيات المباراه الحقيقيه. زي ما قلت المساحات اللي كانت موجوده في الشوط الثاني ظهرت بعد الهدف. طبيعي ان الباراجواي عاوز يعدل وتاخر في النتيجه، فالمساحات بتظهر على خاصه على الاجناب. لعيبه مهاريين صراع يقدروا يخلقوا فرص، وكانوا خطيرين في صناعه الفرص وخاصه بعد الهدف الاول. هنشوف الاحصائيات بقى يا عبد العزيز بتاع المباراه دي. انا عاوزك تبص على الاكس جي بتاع باراجواي. اكس جي كام؟ 0.1. يعني مجوش. ايوه مجوش هجوميا. ايوه 515 تمريره صحيحه لمنتخب فرنسا، 104. فرنسا بتسترجع الكوره بعد 14 سنه. هذه كانت نقطة قوة بالنسبة لمنتخب فرنسا. الضغط العكسي صح. فدي مميزاته تبين الفارق والجوده ما بين فرنسا وباراجواي. ففرنسا في دور الثمانيه والصراحه باقل مجهود. لكن ايضا هناك تصريح لكيليان مبابي عن اذا كانوا لاعبي الباراغواي سيستخدمون الاسلوب القذر كما اشار، باننا قادرين ايضا على ان نسلك ذات الاسلوب في مواجهه الباراغواي. اعتقد بان هذا التصريح قد يكون ايضا غير مدروس او متسرع في كيليان مبابي. يستطيع ان يجعل الامور تمر على خير بعد هذا اللقاء، وعدم الانخراط في مثل هذه التصرفات او هذه التصريحات. عادة اللي بيستفز الثاني اللي اقل منه فنيا. مين اللي اقل منه فنيا؟ هو باراجواي. هو عاوز يستخدم كل الاساليب وكل الانواع عشان يخرجك بره تركيزك وما تخليكش تلعب احسن مباراه. تستفزه انت بايه؟ بالاجوان. انت جبت جول كسبت خلاص. فاهم؟ والناس دلوقتي، كل العالم دلوقتي بيشوف كل حاجه. احلى قانون اتعمل اللعيبه ان ما تخبيش وهي بتتكلم، ايديها تحط ايديها على بقها. طرد العديد من اللاعبين في البطوله. ده احلى قانون. فاللي عاوز بقى نفسه ويورينا نفسه يتكلم. هذا بسبب فينيسيوس مع ريال مدريد. ده قانون كويس. طبق القانون. قانون جيد. فالناس دلوقتي مش هتحلل بس تحركات اللاعبين ولا التكتيك الفني. هتتكلم، شوفوا حركه الشفايف. واعتقد النهارده في كلام شفايف كتير قوي ما بين الفرقتين، خاصه في الخناقات اللي كانت موجوده حتى في اللقطه الاخيره في لقطه المباراه. فحاسب يا كيليان، عاوز تستفز المنافسين استفز بقى. ايوه هيبان على طول، بيبان. الصحافه كل الصحافه هتشوف بقى دلوقتي وبتاع.
استفزه وهات فيه جوال، هات فيه اهداف، مش بالكلام، لان اللي بيستفز التاني اللي اقل منه فنيا. لان الرد في الملعب يا كابتن. ما انا قلت لك عاوز بقى تستفز المنافس، هات 3 4 تيجي جوال، لان هو اقل منك فنيا فيسحبك للمنطقه اللي هو يوجدها. على فكره دي اسوأ ماتش في المونديال، اسوأ ماتش في كاس العالم، ماتش وحش جدا. انا قلت لك فنيا 24 فاول، توقفات فيه كتير قوي. 10 دقائق في الشوط الثاني وقت اضافي، تقريبا 6 دقائق في الشوط الاول، هيدريشن بريك 3 4 دقائق، يعني توقفنا كام دقيقه؟ كتير. ولا في نسق ولا في ريت، حتى درجه الحراره مأثره على اداء الفريق ككل. وجبالي عاوز ينام، خلاص الكلمه ليك. بصراحه بعد مباراه مصر واستراليا كان المفروض ان نختم على كره القدم بصراحه، لانه كان تاهل تاريخي. الحمد لله. فانت لما تعمل مباراه اخرى تشعر بان هناك يعني تغيرات على مستوى الفرحه، على مستوى الحماس، منتخب الشغف. صح. منتخب بلدك غير. صحيح. هنا ريلاكس قوي، تتكلم اللي انت عايزه وتجيب اللي انت عايزه، انما منتخب مصر حاسب. كلام محسوب. لا بس الكلام محسوب، انت عن حب. عن حب. الحمد لله. ربنا يكملها لنا على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله.